في نقلة نوعية جسدت تطور المهرجان وعمق تأثيره في الوسط الفني. ومن بين كواليس تلك العروض خرج عشرات الفنانين إلى ساحة الاحتراف ليصبحوا اليوم وجوها مألوفة على الشاشات، يتصدرون المشهد ويلهبون القلوب بأدائهم. ولأن الوفاء جزء من هوية المهرجان، فقد حرصت النقابة على مساء الفل. نور. عايز انزل والله اسلم وابوس كل واحد فيهم، رجاله بس يعني. لا مين اللي هيزعل؟ هنزل ابوس والله ما شايف ناس بدات تمسك ايدين بعض وحاجات كده. اهلا بيكم، مساء الفل ومنورين حفله افتتاح الدوره الثامنه في مهرجان نقابه ايمان التمثيليه. ما تتخيلوش السعاده اللي انا فيها ان انا بشارككم ليله حلوه زي دي. الحلاوه مش جايه بس علشان هي تخص النجوم الفنانين الكبار اللي منوريني، لا هي كمان تخص الجمهور المحب للمسرح وللفن بشكل عام. المسرح اللي هيفضل طول الوقت ليه هيبه وليه مكانه كبيره في تاريخنا وفي قلوبنا. وانا طفل صغير وصابوا لنا تاريخ بكره يحتسب كده ليل وربيع. يا أقصى النور والأمل جورج فتح لنا الباب يا ريحاني. كان يوم ساعة نور الناس منه هيمل قرش وكرم عيش وعالم ومحمد صبحي الجوال ونجم ورافي بفشلهم يا ست سميحة في يوم من الايام مش كتير قوي كنت مكانكم، كنت من شباب المسرح في الجامعه عندي بقى، وكان نفسي ارجع. ربنا كرمني بالسعي والجهد اللي انتوا بتعملوه دلوقتي. انتوا شرف كبير قوي لمصر، وكلكم ان شاء الله هتنجحوا سنه الحياه، هتبقوا مكان العظماء دول. تحيه من قلبي لكل العظماء اللي احنا شفناهم ولازم نحييهم. ايوه بالفيديو. يلا انا هقول لك على كل حاجه. مستعد اسمع نفسي فيه. وينص تبدي من البنين الصغار الفردوية للبنين الذي البنين عارف الهاني الدلوع اللي بس بتشتغل في المديرية حافظين كل كلامك يا علي أكسر كلمة تاني
الفنان الكبير القامة الكبيرة صبري عبد المنعم. حاجة صغيرة مني أنا أنانية مني إن بنتي حبت الفن جدا جدا يا روحي إنها تدخل في المسرحية خشت ودرست واتخرجت واسمها مريم. يا روحي يا قلبي. شكرا لكل من أضاء حياتنا في المتبقي لنا من الحياة. قمر قمر. شكرا للجميع ودورة ناجحة إن شاء الله، وإحنا في انتظاركم جميعا في مسرح الهناجر عشان نتفرج على الساعة 10. شكرا لحضراتكم، شكرا جميعا، مهرجان ناجح إن شاء الله. ألف شكر.
شكرا. انا هقول لك على